السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لايك وشير وسبسكرايب في القناه، ويلا فعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بقدمه في القناه الحلوه دي. النهارده بقى هعمل معاكم شعريه بلبن بطريقه مميزه جدا، طعمها حلو جدا جدا، تدفي كده. وكمان لو انت حابه تاكليها ساقعه برضو تمشي، حابه تاكليها دافي برضو الجو متقلب، فبراحتك خالص. لايك وشير وكومنت حلو، ابدأوا الفيديو كده وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشعرية اللي بلبن مفيدة جدا جدا، طعمها بسيط وسهل، مش هتاخد منك اي وقت خالص ولا اي مجهود. هو شوية شعرية كده وحبة لبن كده حلوين بالفانيليا، ممكن تدوبي فيهم معلقتين كريم شانتيه او معلقتين آه، قشطة، فهتودي الطعم في حتة تانية خالص. يلا نسمي بسم الله ونبدأ الفيديو. مبدئيا هنا كنت بسخن اللبن، حاطه الكازرولة اللبانة يعني بتاعة اللبن على جنب، وحاطه في الحلة دي بقى شوية زيت كده حلوين. هنزل بشوية شعرية وليكن كوباية، الكوباية هتظبط معاكي، كوباية كبيرة كده حلوة شوب كده هتظبط معاكي الدنيا وهتخلي الطعم بتاعها حلو جدا جدا. وكمان في نفس الوقت برضو هيبقى الكمية بتاعتها وفيرة وحلوة. الكوباية اللي انا حطيتها دي ممكن تكفي 4 اطباق كبار من الشعرية. وبالذات لو انتي هتحطي عليها لبن ممكن تستخدمي 6 اطباق كده من الاطباق اللي انت شفتيها اللي هي البولات. تمام يا حلوين. هبدأ اقلب زي ما انتوا شايفين كده الشعرية الحلوة بتاعتنا لحد ما اتأكد ان الشعرية حمرت. والملحوظة ان الشعرية مش هتاخد منكم اي وقت في التحمير، وليكن 10 دقايق بس او 5 دقايق هتلاقيها حمرت وزي الفل. بس اهم حاجة تقليب مستمر علشان الشعرية ما تحمرش من جنب وجنب، لا تتلسع منك على البوتاجاز ولا حاجة. فاحنا لا غنى عن ان احنا نقلب على طول باستمرار، لان الشعرية زي المكرونة، وعامة الشعرية بتكون اخف من المكرونة فبتحمر بسرعة، بتبقى عاملة زي حبات اللسان العصفور كده. هقلب بقى كويس جدا، هتاخد معايا لون تدريجي، افضلي حركي كده وهاتي اللي في الاطراف حركي كويس جدا جدا. وطبعا اللبن بيغلي. طب انتي حطيتي ايه في اللبن؟ هقولك عملت ايه وهقولك هنحط ايه وكل حاجة مع بعضينا. هقلب بقى الشعرية كويس جدا جدا، هتبدأ الشعرية تحمر، تاخد بقى الشعرية كوبايتين مثلا مية ولا حاجة، مية تكون سخنة. لو انتي عايزة بقى تعملي شعرية مغمورة باللبن ممكن تطشيها باللبن، بس في الأثناء دي تخلي اللبن سخن والشعرية سخن، تسكبي على طول والنار تكون عالية. يا إما لو اللبن ساقع وضفت عليه الشعرية، اللبن يعني هيجبن منك، فانتي أفضل حاجة تسيبي الشعرية تبرد، بعد كده تحطي عليها اللبن وترفعيهم على النار يغلوا يغلوا مع بعض كده ويستووا مع بعضيهم وزي الفل. تمام. بس اهم حاجة زي ما قلتلك حافظي على الحرارة بتاعة الشعرية واللبن. تمام يا بنات. بس كده يا حلوين، وهبدأ اقلب زي ما انتوا شايفين لحد ما توصل النتيجة اللي انتوا شايفينها دي. بدأت تحمر، اللون بدأ كويس وكل حاجة. كوبايتين مية من الكاتل او كوباية ونص من الكاتل على حسب ما الشعرية تاخد منك، معلقتين كبار ل3 سكر على حسب التحلية. وخلاص على كده قلبي كده كويس جدا جدا، ظبطي الحوافي وكل حاجة والاطراف، وقلبي دوقي لو محتاجة سكر حطي، مش محتاجة زي الفل. تمام. هغطي الشعرية واسيبها تستوي على الاقل من مهلها. بس اهم حاجة تتشرب تماما، نفس تسوية المكرونة تتشرب تماما، نوطي عليها ونسيبها تستوي. اللبن هنا فار عندي وزي الفل، هسيبه يبرد تماما، وبعد كده هدوب معلقتين كبار من القشطة او معلقتين كبار من الكريم شانتيه في مية دافية ولا حاجة، واصبها على اللبن. المقطع ده ما جاش للاسف في الفيديو، فبعتذر جدا ليكم، الكاميرا مش عارفه ما كانت شغاله في اول الفيديو. سبتهم وبعد كده رفعت تاني على النار وقلبت اللبن كويس جدا، سبته يغلي غلوتين وخلاص. ده كده بيحافظ ان اللبن يتغمر معايا، آم، يتغمر معايا بالتقل بتاعه والطعم بتاعه. بس كده ضفت عليه الشعريه، قدمت بكل سهوله، الطعم خرافي بجد ولا غلطه. حلوه قوي، ما خدتش مننا 10 دقايق تحضير بس كده. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب في قناتي، واكتبوا كومنتات حلوه علشان يوصلكوا كل جديد. ودلوقتي انا قلت لكم على
حاجتين للشعرية تقدري ان انت تسويها فيها. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، اشوفكم في فيديوهات جديدة باذن الله تعالى. اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.